عدم تقريبا. هو بيقول لها الحمد لله على سلامتك يا تسوكو، انا كنت قاعد بشرب الشاي وانا مستنيكي. بس تسوكو بتتوتر وبتقول له انهم في مكان عام وما ينفعش يظهر بالطريقه دي قدام الناس، فبيطمنها وبيقول لها انه اخفى وجوده ومحدش هيلاحظه غيرها، وبيسألها بعدها عن تقرير مالك كراسونا. بنرجع تاني بقى لناي وصاحبه الحرامي وهم مستخبيين ورا صندوق وفي حارس بيضرب عليهم نار، وفجأة بتظهر السيدة المريبة قدام الحارس وبتقرب عليه بكل رعب حرفيا، وبتسن ضوافرها في الحيطة وبتروح ماسكاه وهي بتقول زي ما توقعت لو انا مش انا وانا جعانة، وبتروح ماسكة رقبته ولا كأنه زور فرخة. وبتقرب بعدها من الشباب وهي بتقول انها قالت ان دي مطاردة مش لعبة خبيني، يعني احسن لكم تهربوا. وفجأة الولد الحرامي بيرمي عليها قنبلة وبيفجر المكان بيها. ولما ناي بيقوم من بعد الفرقعة دي بيسأل الحرامي هي السيدة حصل لها ايه، فالحرامي بيقف يفكر مع نفسه شوية وبيقول ان حياته ما فيهاش غير 3 اختيارات، يا عدو يا حد غريب يا فريسة. هو بيفتكر كده لحظة في حياته لما كان مرمي على الشط وفي واحدة مدت له ايدها وساعدته، فبيقرر يمد ايده لناي ويقومه وبيعرفه بنفسه وبيقول ان اسمه هو جاري. وبنشوف مشهد تاني سريع كده لناس مخطوفة في القطر بس مش بنكون عارفين عنهم اي حاجة، وبنرجع تاني للسيدة المريبة اللي مرمية تحت حطام البيت بشكلها المرعب، وفجأة بتلاقي حد لابس لبس غريب ومخبي وشه كده بس هي بتكون عارفاه، وبتقول له يا باشا البلد ايه الاخبار، ما كنتش اعرف انك هنا. بس الشخص ده بيقول جملة واحدة بس، لو ما كنتش عملت الغلط ده في طريقة لجمع الفلوس كان زمانك هتعيش مدة اطول. وبنشوف بقى ناي وجاري وهم قاعدين يجروا في شوارع المدينة، وفي نفس الوقت بيكون طاير في السما شخصين، ايوه طايرين يا صاحبي، والناس دي تبقى تسوكو الشخص اللي كان معاها، وبيلاحظوا الدخان اللي طالع من بيت السيدة المريبة فبيروحوا على هناك. واول ما بيوصلوا بيلاقي السيدة مرمية على الارض